كان معي سيارة كاديلاك اللي هي إذا تتذكروها الفليت وود. الكاديلاك التسعينات كان اسمها الفليت وود، كانوا يستخدموها لكبار الشخصيات. كنا نجيب فيها، كانت للأوتيل يعني للفندق، نستقبل فيها كبار الشخصيات. اللي هي الكاديلاك الفليت وود. يمكن الكبار اللي أبو نورة، أبو نورة يمكن الكبار اللي وياي باللايف، الختايرة الشيابة اللي مثلي باللايف معي يذكروها. السيارة هذه اسمها فليت وود، سيارة طويلة حلوة للشخصيات، كانوا يجيبوها للفي اي بي. فطلعت والله على المطار وناطر منه محمد عبده. بنفس اللحظة الفندق بعث الباصات الكبيرة هاي منشان يجيب الفريق المصري. كان جاي الفريق المصري. المهم وأنا ناطر بقاعة التشريفات فمحمد عبده كان الفريق المصري يعني بيصل قبل محمد عبده. والله وأنا طلعت شوي على السيارة أدخن سيجارة، كنت دخن، هلا بطلت الدخان صرت حشش. فالمهم وأنا ناطر بالسيارة فلقيت الفريق المصري طالع والباص بانتظارهم، باص الفندق بانتظارهم يعني. والسيارة اللي موجودة اللي أنا معي يعني مكتوب عليها اسم الأوتيل. المهم لما طلعوا الفريق المصري، تحياتي لفريق مصر، الفريق المصري فريق عراسي وعيني، منتخب قوي وعريق يعني، ولكن هذه السالفة صارت معي ما حدا يزعل يعني. المهم طلع الفريق المصري وأنا ناطر جنب السيارة وقاعد مسلطن عبذب وناطر أبو نورة، قاعدة بستقبل أبو نورة يعني محمد عبده فنان العرب. طلعوا الفريق المصري. المهم السائق استقبلهم، فتح لهم الباب، سائق الباص استقبلهم فتح لهم الباب، فطلعوا صار يطلعوا بالباص. بعد شوي لقيت جاي لعندي مين؟ كابتن الفريق المصري. مين كابتن الفريق المصري بالتسعينات؟ هم اثنين توأم صلع مثلي ما عندهم شعر. مين؟ شو اسمائهم؟ جاوبوني انتم مركزين معي، قولوا لي اسمائهم. مين اسمائهم؟ ايوه حسام حسن واخوه ابراهيم حسن. فكان الكابتن والله بتعجبوني شحاتة وكان في واحد شخص اسمه الجوهري كمان كان موجود. والله حسام حسن واخوه ابراهيم حسن صح. فالمهم مين اجى لعندي لما شاف سيارة الاوتيل وكاديلاك وفخامة، قال لي السلام عليكم، انت بتاع الاوتيل؟ قلت له ايوه يا اخويا. قال لي احنا الفريق المصري دي عشاننا؟ قلت له لا انتوا الباص. قال لي ودي بتاعت مين؟ قلت له لا هي للفي اي بي لابو نوره محمد عبده. قال لي ليه واحنا اولاد وسخه يعني؟ قلت له يا حق مش اولاد وسخه بس انتوا محترمين. انا بصراحه قلت له انتوا اولاد وسخه بس. قلت له هو الباص السيارة لمحمد عبده وده ليكم يعني، إذا عندك أي اعتراض روح اشتكي بالأوتيل يعني. لا ده أنا حشتكي، ده أنا مش عادة. المهم بالنهاية طلع بالباص وآخر واحد، حتى ركب آخر واحد لأن ما لقى مكان. قد ما قرقر ما لقى مكان فقعدوه آخر واحد للكابتن. واخر واحد وهو يبص لي من الشباك وانا عمل له كده، هو بص لي من الشباك الباص انا عمل له كده. بعد شوي انا نسيت محمد عبده، راح اتصلوا في من الاوتيل، يا معود محمد عبده وصل بالتشريفات. والله واركض محمد عبده سلمت عليه. كان جاي محمد عبده مع امير سعودي، مع شاعر سعودي هو من الاسره الحاكمه يعني. أمير دائما بيكتب له قصائد وكذا. والله يا أخي شوفت محمد عبده غير، والله شوفت أبو نورة غير.
رجال يعني فنان العرب، مطرب العرب، طلع لي بهالغترة وهالدشداشة البيضة، لابس هذا زنوبة شو اسمها هذه تكرموا الجوتي، هذه زنوبة. قلت يا عمي هذا مطرب العرب، الناس اللي ميت عليه، الناس اللي تتمنى تشوفها بالتلفزيون. والله وطلع بالسيارة ويسولف، والأمير السعودي هذا معه الشاعر كمان مثله محترم يعني. وصلتهم على الأوتيل واستقبلوه لمحمد عبده، كان كل الفنانين موجودين، أمينة رزق، كمال الشناوي، صباح فخري، فنان كمان مطرب صباح فخري، كان وقت مديحة يسري. بس أنا اللي كان يعني بهذاك الوقت تخيلوا هذول العالم الكبير النجوم، كان عمر الشريف، هذه الناس الكبيرة، تخيلوا مين كان معهم، تخيلوا أنا يعني كل الناس الفخمة هذه، كل الناس الكبيرة هذه، النجوم الكبار الفطاحل. أنا اللي بعصني بالموضوع كله إنه كان معهم أصالة نصري وجوزها هذا الذهبي، هذا اللي بعصني بكل الموضوع. يعني تخيل أنت مع كل النجوم الكبار هذه، أصالة نصري شو اللي مقعدة بينهم. أنا هذا اللي زعلني، يعني إنه شو انت مثلا توك جديده، مثلا مين انت يعني، وجوزها الذهبي اللي حطت له صابوني ومشته. فانا هذا اللي انه شو جايبك بين هالعمالقه الكبار هذه، لانه شكلها جايب واسطه، حدا متواسط له. وكانت منى واصف، يعني لما تقول لي منى واصف، محمد عبده، فاروق، هذا الشناوي، كمال، امينه رزق، انتم عارفين مين امينه رزق، مديحه يسري، صباح فخري، بينهم أصالة نصري. انت شو اللي جايبك وحاطك بين هالنجوم الكبار؟ فذكرتني بموقف لما عمر الشريف كان بمهرجان كان السينمائي، كان نجوم العالم، وهيفا وهبي ركضت من بين الجمهور ومسكت ايد عمر الشريف وقالت له والنبي ابوس طيزك مشيني معك بس على السجادة الحمراء. نفس الموقف اللي صار انا بعتقد صار نفس الموقف يعني. سامحوني على الكلام، انا مش ملاقي على فكره، هي طيزك وهذا عضو من اعضاء الجسم عادي يعني، مثل ايدك، خشمك، مناخيرك. فهذا اللي صار. المهم انا مبسوط. ويومها بالتسعينات، تخيلوا لهلا انا زعلان، بالتسعينات ما كان في موبايل ابو كاميرا، ما كان في تليفون ابو كاميرا، يعني انه تصور مع النجوم هذه. هلا صرت تتصور يعني فعلا بالتسعينات، وانتم بتعرفوا يعني انه بالتسعينات كان في تليفونات اريكسون، نوكيا، بس بدون كاميرا. ما يصل لك فرصة انك تتصور مع النجوم الكبار هذه. يعني هالكلام بال96 ما في موبايل ابو كاميرا. فهلا كل ما اتذكر المواقف، يا الله ليش ما تصورت معهم هذول. كان في كل واحد عنده كاميرا خاصة يصور، والصورة تطلع بعد شهر، تستنى دورك لتطلع الصورة. هلا غير، اختلفت الامور. المهم لما انا نزلت هذول الجماعة وخلاص، قالوا لي الفريق الهلال السعودي كمان راح يوصل بعد شوي على طائرة جدة بقاعة التشريفات جدة. بعدي بتذكر اسم الرحلة 786 جدة الكويت. هلا دشوا على مواعيد الرحلات الطيران بين الكويت، بين جدة والكويت للحين، أنا متأكد موجودة للحين. طائرة جدة للكويت رقمها 786، تأكدوا منها. هلا تخيلوا من 96 للحين، أنا متأكد طائرة جدة للكويت رقمها 786. معي أنتو؟ كأنكم مش معي أنتو. أكمل ولا ما أكمل؟ لا والله معي يا جماعة، فكرت عم بحكي مع حالي يعني. المهم أنا رجعت لوين؟ رجعت على المطار. يا كابتن 786، مين معي كباتن هون السعودية رقم جدة؟ ايه اكتبوا معاك، اكتبوا، حسسوني انكم موجودين معي، لا تحسسوني اني عم بحكي مع حالي يا جماعة. كبسوا، عملوا اي شيء.
المهم لما رحت على جد، لما رحت على المطار على التشريفات، كان طالع مين؟ الفريق السعودي اللي هو المنتخب السعودي. كان وقتها عبد الله سعيد العويران، عبد الله، والله نسيت اسمه، عبد الله ذكروني شو اسمه، هذول قدامى عبد العويران، عبد الله، نسيت اساميهم والله. هذول كباتن الفريق يعني، كباتن. ونفس الباص بنفس الباص كان موجود، نفس الباص راح، وانا طلعت بالسياره كاديلاك. المهم ماجد عبد الله، والله بتعجبني ماجد عبد الله، برافو عليك. المهم انا ناطر بالسياره، انا قلت راح يطلع الكابتن معي او شيء يعني. هلا بيزعلوا منا المصريين، اخوانا المصريين. انا مالي شغل، انا موظف، انا سواق يعني، مالي شغل، لا تزعلوا مني. المهم طلعوا الفريق المنتخب السعودي، الباص موجود يا جماعة، طلعوا كلهم بالباص، لك حد يعبرني، حد يطلع معي. المهم قلت له كابتن في السيارة الكاديلاك هذه، قال لي لا أنا أطلع مع الربع، أطلع مع الشباب، يعني حابب يظل مع أصحابه يتسولفوا ويحكوا. وأنا رحت قضيت مشاويري، كان عندي موعد حب، فرحت قلت فرصة والله. فهذا اللي صار يعني، هذه سوالف بتذكرها أنا من زمان قديمة. فالشياب اللي معي أكيد بيتذكروا هالأمور هذه. نرجع لموضوع السيارات إخواني. سيارات مرسيدس، أنا نزلت فيديو اليوم عن مرسيدس، يا ريت تفوتوا على الفيديو وتشاركوا لي فيديو مرسيدس وتتابعوه. آخر فيديو نزلته عن مرسيدس. فأنا قاعد أحكي عن سوالف عن تاريخ مرسيدس. فأنا قاعد، في ناس عبروا لي أنت غيرت رأيك، أنت صار تحب مرسيدس. أنا أحب مرسيدس القديمة، من زمان. أنا أتكلم عن تاريخ مرسيدس. هلا حاليا أنا مش معجب بمرسيدس، لا، بس أنا أتكلم عن تاريخ مرسيدس. الحق يقال، أنا أنصف سيارة مرسيدس، أنا أتكلم عن التاريخ تبع مرسيدس، ماشي. فنزلت فيديو على الانستغرام، على اليوتيوب، على التيك توك، حتى على الفيسبوك. فيكم تضيفوني على الفيسبوك تبعي نفس الاسم، وأنا حاطط على البايو تبعي الفيسبوك. سيارة مرسيدس كانت سيارة عريقة، وتاريخ مرسيدس قوي ومعروف، ولكن حاليا مرسيدس لا. ففرجوني مين بحب مرسيدس. وحتى أغلب المتابعين اللي عندي ما حدا بحب مرسيدس. إذا حابين نعمل استفتاء مثلا، مين بحب مرسيدس، مين ما بحبها، فينا نعمل مرسيدس. مين بحب مرسيدس يا أخوان؟ اللي بحب مرسيدس يكتب مرسيدس. يعني إذا أنتم مثلا مش عارفين، يعني فاكرين إنه أنا ضد مرسيدس أو لا. هذا شكله رام، دوج رام، تويوتا، شاص، عزاقة، سوزوكي. ما حدا كاتب مرسيدس، يعني ما حدا كاتب مرسيدس. فما تزعلوا مني يا إخواني، لا تزعلوا مني. ما حدا، هوندا، بيجو، شوف، ما بي ام دبليو، يعني لا تزعلوا مني. انتوا نفسكم ما بتحبوا مرسيدس، فليش تزعلوا مني؟ نيسان، برافو عليك، جيب. فلا تزعلوا مني. انا لما اقول لك سيارة مرسيدس كذا، صدقوا كلامي، صدقوا كلام عمو بالسيارات، يعني عمو بالسيارات، مش يعني انا فيكم تعتبروني قاموس السيارات، يعني مرجع تبعكم للسيارات. أنا بتعتبروني قاموس السيارات، أستاذ السيارات، المرجع للسيارات. لا تصدقوا أي واحد بيحكي عن السيارات، لأن أنا ما بشكر بالسيارات، ولا بقول لك هذه سيارة حلوة وهذه سيارة مو حلوة، وهذه اشتروها وهذه لا تشتروها. ليش؟ لأن أنا بحكي عن عيوب السيارات. أنا أتكلم عن عيوب السيارات، ما أتكلم عن حسنات السيارات. حتى البي ام دبليو، أنا امبارح تكلمت عن عيوب البي ام دبليو، نزلت فيديو من كم يوم تكلمت عن عيوب البي ام دبليو.
المساحات البي ام دبليو بتشتغل من اليمين لليسار، المرسيدس من اليسار لليمين. فأنا بذكر عيوب السيارات، بذكر عيوب السيارات، لا يعني ما بقول لك هذه حلوة اشتروها، هذه فخامة، هذه ما أدري شنو اشتروها، لا ما بذكر. الفخامة ما بتهمني، الفخامة ما بتفيدني لو السيارة وقفت معي بالشارع. لو مرسيدس فخمة وما شاء الله شوف فتحات التكييف مذهبة، شوف ما شاء الله كراسي مساج، شوف ما شاء الله فتحة السقف، شوف ما شاء الله فيها حمام، شوف ما شاء الله فيها مطبخ، لو وقفت فيك بالشارع وأنقذك راعي الهايلوكس مثل ما صارت معي سالفة، كان معي كاديلاك سكاليد لما سافرت من الكويت ورحت رحلة سياحية ودخلت بالأراضي السعودية وأنا كاشخ بكاديلاك، كاديلاك على كيفكن، وانفجر التاير معي وبطل يشتغل، واللي أنقذني راعي الهايلوكس، راعي هايلوكس، يعني راعي هايلوكس ماشي وولده جنبه حاطط رجله على الطبلون ومسواك، هاش عندك. والله أنا للحين أحب الهايلوكس بسبب الموقف هذا، بسبب الموقف للحين أنا معجب بالهايلوكس. الله العظيم، والله صار معي موقف بالسعودية، كاديلاك وكاشخ وسكاليت، نمت بعرعر، نمت بعرعر يا إخواني، والله نمت بعرعر أقسم بالله، نمت بعرعر بين الحيايا والعقارب والضب، ما في ضوء قمر إلا ضوء القمر، ما في إنارة حتى. كان الساعة 3 الصبح، والله نمت بعرعر للصبح. ركبت، صحيت الصبح ركبت، أخذت معي ساعة لركبت التاير مال الكاديلاك، وشغل السيارة ما تشتغل. الظاهر اني نمت وتركت الليت مضوي من الخوف، شغلت الليتات. تخيل انت بالسعودية، مش بالمدينة، يعني توني داخل على عرعر، ما دخلت عرعر، صحراء وبالصيف، تخيل بالصيف وصحراء، وتطفي معك السيارة وتنام بالسيارة. ظاهر تركت الليت شغالة وشيء. صحيت الصبح ركبت السبير، بلا الصبح كان عندي تاير إضافي، ركبت التاير، أخذت مني ساعة، لأن تاير الكاديلاك من تحت بتنزل الطوبز لتنزل لتنزل السبير لتركب، أخذت معي ساعتين. أول ما صحيت الصبح ركبت السبير، بس بالليل الساعة 3 بالليل، تخيل شلون أي تاير تركبه وأي سبير وتطلع أنت تركب تاير بهالظلام بهالليل، ما تخاف، نمت. المهم بعد ما ركبت التاير يا إخوان، أنتم موجودين معي وين أنتم موجودين؟ إيه موجودين. المهم بعد ما ركبت التاير، بعد ما ركبت التاير الحين شنو؟ ركبت التاير، الحين انطر حد يوقف لك، يعني انطر حد يوقف، تبي تشحن البطارية السيارة ما تشتغل، البطارية ماتت، يعني تارك الليت مطفي، تارك الليت شغال طول الليل، البطارية راحت. المهم السيارات، تدرون طريق السفر السعودية اللي يودي على الأردن وسوريا ولبنان وكذا، هذا طريق عرعر والحديثة والقريات وحفر الباطن، هذا طريق سفر، فما حد يوقف لك، كل السيارات طايرة على 200 ساحبة. المهم لقيت راعي هايلوكس جاي من بعيد وماشي على مهله، والله فاستانس، قلت ان شاء الله يا رب يوقف لي، يا رب. مهم شنو وقف، هاش عندك؟ قلت له والله يا اخوي انا من امبارح ركبت السبير، بالظاهر السيارة مو شغالة. وفعلا في ولده جنبه حاطط رجله على الطبلون، الشكل حاط رجله على الطبلون وما شال رجله، ومسواك، ما ادري المسواك هذا يعطي، يمكن بيستعملوا رعاة الهايلوكس بيستخدموا المسواك يمكن عشان لا يغرزون، عشان ما يغرز الهايلوكس. مسواك، وابوه مسواك بس اكبر، ليش؟ عشان ابوه لازم مسواك اكبر. المهم
ايش تبي ايش عندك؟ قلت له والله السيارة. جاب الشاحن، جاب الكيبل تبع الشحن يعني. المهم جاب الكيبل مال الشحن، حط الهايلوكس اعتقد 4 أو 6 سلندر، هايلوكس 4. انا الكاديلاك سكاليت 8 سلندر 5.7 5.7، وهو يمكن هايلوكس 4 أو 6 على ما اعتقد 6. المهم جاب هذه الكيبل، حطه من سيارته على سيارتي، احترق الكيبل ماله، احترق. قال لي خربت لنا الكيبل، شو نسوي؟ المهم قال لي عندي فكرة. فراح سوى، انا قلت هلا بيمشي بيتركني، لا والله ضل معي. راح فك بطارية الكاديلاك وفك بطارية سيارته. هذه فكرة انا ما ادري فيها والله. فك بطارية الكاديلاك مالي، وفك بطارية الهايلوكس، وركب بطارية الهايلوكس مكان الكاديلاك تبعي. قال لي شغلت، اشتغلت السيارة، اشتغلت الكاديلاك. تخيلوا، فعجبتني الفكرة. بعد شوي قال لي راح شال بطارية الهايلوكس، رد على الونيت ماله ورجع لي بطاريتي، ركبها. هي السيارة بس تشتغل بتظل شغالة حتى لو ما في بطارية، حتى لو فكيت البطارية السيارة بتظل شغالة لأن شغالة على الدينامو. المهم رجع ركب لي بطاريتي، قال لي يلا لا تطفي سيارتك لا تصل الكويت. ولك يا أخوي مشكور، والله ما قصرت، والله ما عندك مسواك بس أتسلى فيه. أعطاني مسواك أخذت منه، قلت له والله ما قصرت، والله للحين أنا أي فيديو بذكر فيه الهايلوكس تكريما للإنسان هذا اللي ما أعرف اسمه وما أعرف إذا حي أو عاي أو الله أعلم، ولكن الإنسان هذا فعلا خدمني لأن الموقف كان صعب كثير. فأنا راح أذكر راح أذكر الهايلوكس بكل فيديوهاتي والله. وأي واحد بسوق هايلوكس أنا أشجعك. تحية لرعاة الهايلوكس، لسواقين الهايلوكس، ويا أخواني تحية لكم جميعا. السعوديين جدعان والله، رجال كل العرب جدعان، كل العرب رجال، ولكن مواقف بتصير وياك فبحب أنا أتكلم عنها وأذكرها يعني. فيا أخواني راح أعطيكم نصيحة قبل ما أسكر اللايف. دائما اشتري السيارة اللي أنت بتحبها. شو السيارة اللي أنت بتحبها اشتريها. لا تسمع كلام حدا يقول لك والله عطالة كثير، والله ما أدري شنو، والله مصروفة بنزين كثير. دائما اشتري السيارة اللي بتحبها، ولكن اشتريها نظيفة أو جديدة. السيارات الألمانية اشتروها جديدة، يعني ماشية 30-40 ألف موديل جديد، أو من الوكالة عليها كفالة 5 سنين. السيارات اليابانية الكورية مو مشكلة، فيكم تشتروها ماشية عدادك، لأن سيارة تصليحها سهل، سيارات مكاينها بتتحمل، تصليحها سهل، يعني صيانتها مقدورة عليها. ولكن الألماني لا، دائما لتستمتع بالألماني اشتريه نظيف، اشتريه جديد. دائما استخدموا الكولنت تبع المي، مش مية الحنفية. اشتروا قطع غيار اللي هو الكولنت اللي هو سائل التبريد، هو مش مي، انتم مفكرينه مي. حتى مي المساحات مش مي، هو فلويد يعني هو هي زيوت ممزوجة بمي ومركبة فيها أكثر من سوائل. يعني حتى مية المساحات هي مش مي عادية، هي مو مي عادية. مية الراديتر مو مي عادية، سائل تبريد. فهذه كلها بتشتروها من قطع الغيار يا إخوان، هذه بتشتروها من قطع الغيار. مية المساحات بتشتروها من قطع الغيار، مية الراديتر بتشتروها من قطع الغيار. ما يصير مي عادية تركبوا لسياراتكم. موضوع ثاني، زيوت السيارات، زيت السيارة بيتحمل. اذا انتوا بالخليج وبتقلي حرارة ودول الخليج السيارة بتتحمل 150 درجة حرارة مئوية. فدرجة حرارة الخليج ما بتأثر على السيارة. يعني تستخدموا الزيوت الكاسترول. انا بدكم تخليكم بالسليم، انا ما بسوي دعاية للكاسترول لان الكاسترول مش محتاجة دعاية.
كاسترول سنتيتيك. شو ما تكون نوع سيارتك كاسترول سنتيتيك. إذا سيارتك بي ام دبليو، بورش، فيراري، لامبرجيني، مرسيدس، وانت بتخاف عليها وبتحبها وقادر تصرف عليها، اشتري لها موبيل 1. موبيل 1 بمشيها 15,000 أو سنة، شرط تكون سيارتك نظيفة. زيت بمشيك 15,000 أو سنة، بشرط تكون السيارة نظيفة، مو قديمة وماشية كثير. السيارات النظيفة بتمشيك زيت بمشيك 10,000 أو سنة، ولكن فيك تخليها أنت 8,000 أو 6 شهور لسبب واحد، لأن 6 شهور لازم تزور الوكالة أو الكراج ليشيك لك أمور سيفتي ثانية بالسيارة. ما تقدر تستنى سنة لتبدل زيت وأنت عندك البريكات يبيلها تشيك، تهريب زيت، التايرات يبيلها تشيك، فما فيك تقدر تستنى سنة لتروح تبدل زيت. فأنا بقول لك خليك بالسيف سايد، 8,000 أو 6 شهور، 8,000 أو 6 شهور. ولكن الزيت الكويس اللي تستخدموه وتشتروه من الوكالة، تشتروه من الوكالة، لأن في زيوت مغشوشة، كلها مغشوشة. اللي ببيعوا الزيوت بالكراتين ويلا وعبي وشيل، هذه مغشوشة. لأن أنا لأحكي لكم، خاصة إخواني بالكويت، أنا لأحكي لكم موقف صار معي. أنا كنت اشتري موبيل 1 لسيارات البنتلي والروز رايز، كنت اشتري العلبة فيها 24، كنت اشتري البوكس فيها 24 علبة موبيل 1 ب40 دينار. 24 علبة بالبوكس ب40 دينار. لما جيت على كندا ورحت على أمريكا لقيت انه لتر الموبيل 1، لتر الموبيل 1 ب $17 اللتر الواحد، يعني اضربه ب24. ففي غش بالزيوت إخواني. فموضوع الزيوت، موضوع الماء، موضوع قطع الغيار الأصلية، يا إخواني اشتروها من الوكالة، اشتروها من الوكالة صدقوني. لأن هلا قطع الغيار العادية أو اللي بيبيعوه قطع الغيار كل علاقاتهم مع الصين، كل علاقاتهم مع الصين. هذا سبب زعل أوروبا وأمريكا وكندا من الصين. السيارات الصينية ممنوعة تمشي بكندا. أي شيء صيني، السيارات الصينية بالذات ممنوعة بكندا وأمريكا، ممنوعة، وبأوروبا ممنوعة، بس بالدول العربية لأن في اتفاقيات. فالصين صارت تقلد الشل، صارت تقلد الموبيل، صارت تقلد الزيوت العالمية وتصنع مثلها. وهذا سبب زعل، لأنه هذه إساءة لسمعة شل، إساءة لسمعة كاسترول، إساءة لسمعة موبيل 1. فهذا سبب زعل دول أوروبا وأمريكا من الصين، لأن الصين صارت تتاجر أشياء غلط وتبيعها للناس، وهذه بتأثر على سمعة الشركات العالمية. إنه أنا الزيت تبعي بمشيك 10,000 و20,000، لما أنت تيجي تشتري كاسترول صيني وتمشي فيها 20,000 عم تنفجر الماكينة. والله طب ما أنا عم بستعمل شل، عم بستعمل موبيل 1، والله أنت عم بستعمل صيني، صناعة صينية. فيا إخواني اشتروا قطع غيار أصلية لسياراتكم، زيوت أصلية من الوكالة، المي الأصلي للراديتر، مي المساحات من الوكالة، وركبوا برا ميكانيكي شاطر، يكون مرخص، يكون معروف، ميكانيكي مرخص. يا إخواني بكندا، بأمريكا، بأوروبا، مش أي ميكانيكي بيشتغل ميكانيك إلا لما يكون دارس ميكانيك على الأقل سنتين، على الأقل سنتين بخلوه يبدل زيت وفلتر. إذا دارس سنتين أو سنة ببدل تايرات وزيت وفلتر. إذا عندك خبرة أكثر بسلموك في شيء اسمه هاي تك ميكانيك. هاي تك يعني الميكانيك العالي، يعني كيف الدكتور بيعمل دكتوراه وماجستير، في شيء اسمه بكندا أو بأوروبا أو بأمريكا ميكانيكي هاي تك، يعني الميكانيكي الهاي يعني أعلى درجة بالميكانيك. هذا أجرة إيده بتصل $70 بالساعة. هذا اللي بيقدر يشيك لك الماكينة، هذا اللي بيشتغل بالأمور الكمبيوترات، اللي هو الميكانيكي الهاي تك. حتى الميكانيكي درجات بكندا وأمريكا، الميكانيكي درجات.
في ميكانيكي دارس سنة أوكي خليك على تغيير الزيت والدواليب وبدل تايرات ومعك بصير عندك خبرة. بس في ميكانيكي مختص بالتشييك علامة الماكينة، علامة الزيت ما بيعطوها لأي ميكانيكي، لا بيعطوها للهاي ميكانيك، للهاي تك اللي هو الميكانيكي الدرجة العليا، هو هذا اللي بيشيك على الأمور هذه. فهمتوا يا أخواني؟ قطعة غير أصلية، ركبوا قطعكم عن ميكانيكي شاطر، ولكن قطع غير أصلية، لأن أنت بتنام بسيارتك أكثر ما بتنام ببيتك، بتعيش بسيارتك أكثر ما بتعيش ببيتك، سيارتك بتاخذ فيها عائلتك وأولادك وأطفالك، لازم تكون سيارتك مجهزة، لازم أهم شيء السيفتي بسيارتك. شيك على الزيوت، شيك على المي، شيك على التيرات، شيك على ميزان السيارة، من شان سلامتك وسلامة عيالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منشوفكم بكرة وعد. السلام عليكم.